حياكم الله اعزائي المشاهدين، مرحبا فيكم مره اخرى وعوده بعد انتهاء مباراتنا لهذا اليوم، مباراه الكويت والشباب. واستطاع ايضا نادي الكويت في الفوز على نادي الشباب. نبارك لنادي الكويت هذه النتيجه، 3 اشواط 25 15 25 13 25 ايضا 19. وهات لك ايضا لفريق الشباب، لم يظهر اليوم فريق الشباب في الشباب اللي نعرفه في ايضا فريق المتطور، وايضا متواجده في السته المتواجدين في هذا الدوري الممتاز للصعود ايضا والمنافسه على المربع الذهبي لاربع فرق للجولات القادمه ان شاء الله. ولكن اتوقع ان نادي الشباب بعد الخساره الثالثه سيبتعد ايضا عن الصعود للمربع الذهبي. تواجد ايضا كما ذكرنا امس نادي برقان بعد تغلبه على كاظمه في ثالث مبارياته تقريبا في ضمان للصعود للمربع الذهبي. الكويت اليوم تواجد وحصل على هذه الاشواط كما ذكرنا. نشكر ايضا اخواننا الناقدين في هذه البطوله، ونبني نواصل عبر قناتنا الرياضيه القناه. ايضا نعود كباتننا، مساء الخير كابتن فوزي، مساء الخير كابتن جاسم. ما كان فيه صعوبه لفريق نادي الكويت، ايضا 25 15 25 13 25 19. الكويت كان متواجد، الكويت كان ذهنيا في الملعب، الكويت قدم مستوى جيد اليوم. كان حريص ان يكون متواجد في هذه المباراه للصعود ايضا في المنافسه على من الادوار الاربعه. اي طبعا الكويت قلناها بالصقر يبي يحافظ. نعم. لازم يفوز صحيح. لان اي خساره لا يصعب على نفسه حق المربع الذهبي. فيعني كلنا توقعنا ان الكويت تفوز، بس ما توقعنا نادي الشباب انه يدش اليوم المباراه. مباراه طبعا كان مثل اللي مستسلم بالمباراه، يعني خساره يعني الشوط الاول خساره 15 على 15، والشوط الثاني 14، والشوط الثالث 19. كان المفروض نادي الشباب يدش اقوى من يدش المباراه اقوى، ياخذ له على الاقل كسمعه، السمعه اللي تكلمنا عنها نادي الشباب ان نحافظ على هذا. ممكن يكون عنده ارهاقهم نادي الشباب، وطبعا كل الانديه الارهاق هذا اللي حايشهم طبعا، لانه انضغط الدوري عشان المنتخب بعدين مشاركته، وصارت الانديه الثانيه كلها اللي بدون خبره يعني. وعبد الله، بس ما شفنا يعني محاولات من نادي الشباب ايضا الا في الشوط الاخير كان 19، يعني حاول قريب انه بس قلت لك الارهاق نادي الشباب وقله الخبره، خبره لاعبينهم ضد نادي الكويت. طبعا هذا اللي يعني حتى لو يوصل 19 20 بس ما هل ياخذ الشوط؟ صحيح صعب انه ياخذ الشوط خلاص. يعني نادي الكويت قلت لك نادي الكويت الحين هو هم الفوز اكثر من انه يخسر شوط او شوطين. ثاني فوز للكويت، وعنده خساره طبعا، ما بيدش المباراه الثانيه يكون خسران، يصعب على نفسه حق الدخول المربع الذهبي، لان عنده كل فريق الحين عنده مباراتين متبقيه حق المربع الذهبي ان شاء الله. كابتن جاسم، شفنا ايضا تواجد كما ذكر كابتن تواجد نادي الكويت ذهنيا في هذه المباراه. قدم مباراه جيده نادي الكويت، كان في خوف ان يعود نادي الشباب، ولكن النتيجه امامنا 15 16 19، ما كان في خطوره على نادي الكويت. طبعا بدايه المصقر احنا نبارك لفريق نادي الكويت فوز المباراه اليوم، وهاردك لنادي الشباب. المباراه مثل ما هي متوقعه، يعني الامانه في فارق فني بين الفريقين على مستوى الافراد، على مستوى اللعب الجماعي، على مستوى المحترفين. يمكن الكويت اليوم لم يلعب بالتشكيل اصلا الاساسي، يعني حتى اليوم جواو البرازيلي مريحه، يعني ملعب المجموعه يمكن الثانيه لعب عبد الله جاسم اليوم يمكن المشاركه بدال عمر العنزي. شفنا يوسف كابد الظفيري ايضا اليوم بدال جواو البرازيلي. محمد عبد العزيز ايضا مشارك اليوم بدال عامر السليم. يعني اليوم المدرب تقريبا مدرب الكويت اعطى الفرصه حق باقي اللاعبين في المشاركه في هذه المباراه.
للامانه فوز مريح بالنسبه لنادي الكويت اليوم، لم يبذل المجهود الكبير. الشباب يعني حاول، لكن تبقى في امكانيات واضحه، في فارق فني بين الفريقين. لكن احنا دائما نقول يعني انت الفريق اللي ما عليك ضغوط يعني كنادي الشباب، انك انت مطالب بالفوز في هذه المباراه، عليك انك تقدم مستوى فني، يعني تقاتل داخل الملعب وتبقى يعني الصوره العامه لشكل الفريق. يعني الشباب عنده احسن من كذي وايد يعني، لكن في مباراه اليوم اعتقد انه لم يكن موفق في اداء اليوم بين اللاعبين. ايضا المحترفين لم يكن بالصوره المطلوبه اليوم يعني. اللعب كان ارتجالي واخطاء كثيره داخل الملعب يعني. الكويت في تنظيم في بالنسبه لحوائط الصيد دائما مميز فيها نادي الكويت بالنسبه لحوائط الصيد، ايضا برسال قوي، عمل خلخله كبيره على مستوى الاستقبال في نادي الشباب. اعتقد الكويت قاعد يسير بشكل صحيح الحين، هذه ثاني فوز بالنسبه له. تبقى له مباراتين مهمين يعني عنده، اللي هي القادسيه وكاظمه، يعني خلينا نقول هو بدنا يعني من بعد مرقان الكويت الحين يعني قرب حق السعوديه والمربع الذهبي. ايضا نقول الحين مبروك لنادي الكويت، ونقول هارد لك لنادي الشباب، وان شاء الله نشوفوا المباراه الجايه افضل من المباراه اليوم. نعم. كباتن نسكر مباراتنا اليوم، ونعود ايضا نبارك لفريق الكويت الفوز اليوم في 3 اشواط على نادي الشباب. وايضا نبدا في الحوار في مباراتنا لهذا اليوم، المباراه المهمه، مباراه يعني الديربي الكويت وايضا عفوا العربي والقادسيه. انتهت الكويت وايضا الشباب، العربي والقادسيه، مباراه مهمه جدا. نادي العربي لعب مباراتين عنده خسارتين، وايضا نادي القادسيه لعب مباراتين فوز وخساره. العربي بحاجه هذه المباراه اكثر للعوده، ايضا عنده خسارتين، لابد ان يفوز في هذه المباراه يعني يلتحق في المربع، يحاول انه يصعد. والقادسيه عنده مباراتين كما ذكرنا، فوز وخساره. وايضا يتواجد المحترف الفس